بيقولوا كل برج ليه صفات كويسة وصفات وحشة. طب ايه الصفة اللي ممكن تكون أزمة بالنسبة لنا كلنا؟ ممكن نقول الكذب، ممكن نقول الخيانة، ممكن نقول البخل. تعالوا نقول في الأبراج اللي دايما بيكون عندها ممكن قدرة على الخيانة بيكون برج العقرب يا جماعة. برج العقرب عنده قدرة غريبة في الرجال إن هو يدخل على حياته 100 حد في نفس الوقت، ما عندوش أي مشاكل. برج العقرب دايما بيتميز بأنه هو بيحب الستات. أما عن برج الدلو في الرجال فهو برضه بيحب لمة الستات حواليه. بس الحقيقة إن الستات بتحب البرجين جدا، لأن هم بيكونوا كرمة، بيكونوا فيهم صفات حلوة، بيكونوا دايما بيدلعوهم. الستات بتحب الناس اللي تدلعها. طب عارفين كمان في برج إيه ممكن نقول عليه نفس الصفة دي في زي العقرب وزي الدلو؟ برج الأسد. برج الأسد في الرجال الناس كلها بتحبه برضه، بس خلوا بالكم يا جماعة برج الأسد في الراجل مش دايما صادق، دايما بيكون عنده حتة كده مستخبية أو حتة مش حقيقية. طب تعالوا نتكلم كمان عن برج الميزان الساكت اللي ما بيتكلمش لكن في نفس الوقت بيحب الستات جدا جدا. دي الأبراج اللي بتحب الستات. وبعد فيديو تاني هنقول لكم من الأبراج اللي دايما نخلي بالنا منها وما نتعاملش معاها لأنها بتكون عصبية وطلعتها ربنا يكفينا شرها. كان معاكم سارة فودة، خبيرة الفلك والطاقة والتاروت. سلام.